استنى بس اقول حاجه، استنى يا عم ارتيتا يا جمهور ارسنال لعيب. هقول لكم حاجه، بس لكم حاجه واحده، كلمه واحده: بطوله اوروبيه. قنبلة جمدان ضربت في المكان، زلزلت الترابيزة. ازيكم يا جماعه، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات كلام في الكوره. هنتكلم بقى عن ماتشات الدوري الانجليزي يوم الاحد، تشيلسي وارسنال وتوتنهام وليفربول، ونتكلم كلمتين عن استون فيلا ومانشستر يونايتد. نتكلم بقى شويه تاكتكس كده في الماتشات. لو انت بقى اول مره تشوفني فانزل اعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو وادي رايك في الكومنتس. متنساش تخش تعملي فولو على التيك توك. يلا بينا نبتدي. ارسنال وتشيلسي وتفوق ارتيتا على جرام بوتر. ارسنال تقريبا تكتيكيا كان واكل تشيلسي بالطول بالعرض في الملعب. تشيلسي ما جاش طول الماتش. خطه ارسنال كانت ال 4-2-3-1 ولا 4-3-3 العاديه جدا اللي تقريبا ما اتغيروش ولا ماتش. خطه تشيلسي ما تعرفش بقى هي 3-5-2 ولا 4-2-3-1 ولا 4-3-3، ما اعرفش والله. هو كل ماتش غيرها. مش عارف انت ليه سايب كولوبالي على الدكه برده ما دام هو جاهز تكتيكيا بقى. فهو ارتيتا كان عامل حركه كده، هو دخل زينشينكو في نص الملعب جنب بارتي عشان يفتح نص الملعب شويه ويكون في زياده عاديه في نص الملعب، ويسيب مارتينيلي على الخط. بس يعني تقريبا دي كانت مقريه من جرام بوتر. هو ستيرلينج كان على طول معاه طول الماتش مع زينشينكو في نص الملعب في ظهره كده، ما بيسيبوش. اي كوره هتلاقي فيها زينشينكو في نص الملعب هتلاقي فيها ستيرلينج على طول. بس ايه، زينشينكو تقريبا شافها وعارف اللي هو خلاص بقى ممسوك، بقى يقول لجابريل خلاص ما تبصليش انا ممسوك، حاول تنقي اللاعب حته تانية. زينشينكو اول لما اكتشف بقى اللي هو لا كده مش هيعرف ياخد الكوره ولا هيعرف يعمل هجمه، راح على الخط هو وخلى هو مارتينيلي هو اللي ينزل، وبقى الكرة تروح لزينشينكو فاضي جدا على الخط عشان ستيرلينج مش هيرجع معاه، ومارتينيلي اللي كان ساحب اسبيلكويتا لنص الملعب. دي غلطة ستيرلينج اللي هو ما راحش مع زينشينكو. هو ستيرلينج مش دور اللي هو يدافع لحد اخر الملعب، بس لا دمان بتاعك، فانت لازم اما تسلمه لحد وتمسك انت، يعني تسلمه اسبيلكويتا وتمسك انت مارتينيلي، اما ترجع معاه. بس انت سبته كده خالص، فضلت واقف في نص الملعب ما تعملش حاجه، ودي جت منها خطوره كبيره جدا لارسنال. اما بقى هجمات تشيلسي فهي ما فيش غير كره واحده اللي هو بيلعبوا عليها سروهات عاليه في ظهر دفاع ارسنال. بس هي دي بس اللي هم كانوا حافظينها، ثرو في ظهر دفاع ارسنال. لا اما بقى تياجو سيلفا يلعبها، لا اما ميندي، لا اما كوكوريلا. فهو كره عاليه يا باشا وخلاص. انا برضه بيتعمدوا ان هم يلعبوا الكره العاليه في ظهر زيتشينكو عشان هو ضعيف جسمانيا ومش كويس في الكره العاليه، فكان بياخدوا الكوره، وكان الخطوره كلها من تشيلسي جايه من عند هافرتس اللي كان بيتحرك كويس جدا من ورا المدافعين. بس يعني هو بيتحرك دي الكوره ضيعها، يشوطها في الاوت، يباصيها وحش. هافرتس بصراحه يعني هو لو كان فايق بس شويه او كان جاي في فورمه، انا مش عارف امتى هافرتس جاب فورمه يعني، لو كان بس فايق شويه كان قدر يخلص كوره من كورتين اللي جوله دول او يباصيها يعمل اسيست. بس هو كانت كل كوره تجيله اما تقطع منه اما يتزحلق، فما كانش كويس جدا هافرتس. بس لو كان فيها شويه كان قدر ممكن تشيلسي يجيب جول. ميزه ارسنال اللي هو انت ما تعرفش هم هيلعبوا ازاي، يعني ممكن تلاقيهم يلعبوا ناحيه اليمين، يلعبوا ناحيه الشمال. بس اكتر هجمه اتكررت في الماتش اللي هم يجمعوا اللعب ناحيه اليمين عند ساكا وبين وايت واوديجارد، وبعديها ينقلوها الناحيه الثانيه لمارتينيلي على واحد قدام اسبيلكويتا الضعيف جدا. وكان على طول مارتينيلي بيعمل خطوره من ناحيه اسبيلكويتا عشان ستيرلينج برضه ما بيرجعش يدافع مع اسبيلكويتا. دي هجمه اتكررت كذا مره الكره دي تتلعب ومارتينيلي يقطم ويشوط او يقطم ويلعبها لجيسوس اللي لعبها بالهيد ووحشه جدا. كانت ممكن دي تبقى 1-0 لارسنال مستريح جدا يعني. تشيلسي كان بدأ يضغط على ارسنال اول ربع ساعه تلت ساعه كده، بعديها قال خلاص ملهاش لازمه، رجعوا بقى يقفوا ورا ويلعبوا على الهجمات المرتده والكور الطويله. ضغط ارسنال كان قوي جدا على تشيلسي في نص الملعب، كان اما بياخدوا الكوره لا اما بيضطروا تشيلسي انهم يلعبوا كور عاليه عشوائيه كده ملهاش لازمه، كانت ارسنال على طول بياخدوها. وكان لازم جرام بوتر اصلا هو يبتدي بكوفيتش زي ماتش مانشستر اللي هو غلط بعديها راح منزل كوفيتش. كان المفروض بقى يبتدي بكوفيتش اصلا، يعني انت مش عارف تطلع من الكوره من تحت ضغط. كوفيتش كان هو اللي خرجك بالضغط ده بسهوله جدا. برضه انت بتلعب روجينيو ولوفتي تشيك مش عارفين يطلعوا بالكوره من تحت ضغط. الشوط الاول خلص بهجمات كويسه بخطوره قليله جدا قدام الجون من الفرقتين. ارسنال ما شاطش ولا كوره على الجون الشوط الاول. الشوط الثاني ارسنال برضو دخل ضاغط جامد على تشيلسي، وبيطلعوا من كوره برضو من اليمين للشمال وبسلاسه جدا، ولا في ضغط من تشيلسي ولا حد يقطع كوره. تشيلسي بقى الشوط الثاني لما كان يمسك كوره ما كانش لا خلاص بقى نلعب كوره عاليه نبني كوره على الارض، بس ما كانش بيحصل. كانت على طول في عقم كده في الطلوع بالكوره من تشيلسي.
ستيرلينج يمسك الكرة فين يا جماعه، مش لاقي حد. تياجو سيلفا لما يمسك الكرة برضو يطلع بيها، مفيش حد منزل له، مفيش حد مقرب له. فدي برضو كان سبب الجون، اللي هي اتقطعت من تياجو سيلفا وجت هجمه على تشيلسي جه منها كورنر، والكورنر اتعرض جه جون. طبعا كورنر وجون غلط، خطأ دفاعي جدا من اولهم هافرتس وباقي الدفاع. يعني انت هافرتس اول واحد، انت اول واحد في الدفاع، فانت المفروض ان انت تشيل الكوره. يعني انت يعني ما ينفعش الكوره تعدي منك عشان انت اول واحد. انت الكوره عدت منك خلاص، يعني مع اي حد يلمسها تدخل جون. فالجون كانت غلطه منها هافرتس ك سبب رئيسي، وبعديها يجي باقي اللعيبه بقى اللي كوكوريلا كان حاضن الشركه، مش عارف بيحضنوا على ايه بقى، وحش ولا مش فاهم والله ايه ده. في كذا صوره باين اللي ارسنال كان عايز الماتش، ارسنال كان حتى وهو كسبان 1-0 بيهاجم ورامي كل خطوطه وبيلعب بس باتنين مدافعين قدامهم بارتي وكله طاير قدام. فده باين اللي هو لا، هو عايز الماتش، عايز يكسب، عايز يجيب التاني، عايز يأمن نفسه. بالعكس باين تشيلسي اللي هو اصلا كور عشوائيه، يعني بعد ما دخل فيه الجون نزل بقى بروغا وكالجر مكان اوبيانج وهافرتس، كور عشوائيه بقى، مفيش هجمه منظمه. بروغا كان يمسك الكوره عايز يرقص 3 4 ويروح لوحده، يا عم انت ميسي ولا ايه؟ فارسنال بعد حتى ما جاب الجون فضل يضغط على تشيلسي في نص ملعبه، عايز يقطع الكوره عشان يجيب الجون التاني، وراح بكذا هجمه كان ممكن يجيب بيها الجون التاني. انما تشيلسي ما عملش خطوره اصلا، يعني حتى هو لما خسر طلع يهاجم مفيش خطوره، بس هي كور عشوائيه بقى قدام، واي هبل، اي كور عاليه، مفيش اي حاجه حصلت من تشيلسي. باين ان هما ايه، لا عايزين نرجع، لا ما ينفعش نخسر، لا مفيش اي حاجه. طبعا الماتش حمله كله جرام بوتر، لعب ماتش سيء جدا جدا جدا. اول مره بصراحه اشوف تشيلسي كده بالطريقه دي، حتى ولما هو خسران مش عارف يعمل ايه، يصنع فرص ولا عارف يعمل هجمات خالص. فزي ما اشدنا من جرام بوتر في ماتشات كان بيلعبها حلو وبيغير زي ماتش مانشستر، فلا لازم بصراحه اشيله الماتش كله، هو لعب ماتش سيء جدا جدا. حتى تصريحات جرام بوتر يعني بقول لك احنا افتقدنا اللمسه الاخيره. يا جدع لمسه اخيره ايه؟ احنا اصلا ما رحناش نجيب لمسه اخيره، احنا شايفين 5 كور واحده على الجون، يعني ما كانش في لمسه قبل اخيره ولا قبل اخيره، احنا كناش عارفين نطلع بالكوره، كان كلها لعب عشوائي. اما ارتيتا تصريحاته كانت واقعيه جدا، قال لك هم كانوا احسن يستحقوا الفوز، هم فعلا كانوا احسن يستحقوا الفوز. اما بالنسبه لتشيلسي فانا ان شاء الله بقى نرجع بالموضوع بسرعه. عندنا ماتش سيتي يوم الاربعاء في كارباو كاب، مش عارفين نخرج من البطوله برده ولا ايه، ونركز بقى نركز في ايه؟ انا ما فيش دوري ولا تشامبيونز ليج لسه بقى بدري، مش عارف. عندنا ماتش يوم الاربعاء قدام السيتي، ماتش صعب. الحمد لله بقى الاسبوع الجاي اخر ماتش في الدوري وكاس عالم بقى، توقف دولي، نحاول بقى اللعيبه تفوق شويه وريس جيمس يكون رجع. فانا شايف ان ريس جيمس اصلا نص الفرقه، يعني جيمس لوحده رايت باك نص الفرقه. نخش بقى على اخويا اللي ما سابنيش اخسر لوحدي وراح خسر من استون فيلا مانشستر يونايتد. يا جماعه دي بقى الجليتش، انت تغير المدرب بتاعك تكسب لك 3 4 ماتشات في الاول كده، هي دي بقى الجليتش كده. اي فرقه كده نايمه مش عارفه تكسب، هوبا تغيير مدرب، هوبا 3 4 فوز بس، خلاص بعديها ايه يخسروا تاني. فهو حظ مانشستر يونايتد اللي هم جم على اول ماتش الامري بس، ما هو الجليتش اشتغل، بس جونين في اول 10 دقايق بس خلاص، يعني وقف ورا. ومانشستر اصلا غياباتها كتيره جدا، اصاباتها كتيره جدا، سانشو وبرونو وانتوني، يعني عايزك تعد زي ما تعد بقى. يونايتد بقى رجع اخر الشوط الاول بكره كده لطشه من لوك شو خبطت في رامسي ودخل الجون. بقى ايه يونايتد بقى يشدوا في حالهم الشوط الثاني ويحاولوا يرجعوا ويوقفوا على رجلهم شويه، بس لا رامسي راح جاي حط الجون الثالث بفينش عالمي بصراحه. حتى تصريحات تنهاية كانت واقعيه شويه، اللي قال لك احنا خطفنا في اول ماتش بجونين وخسرنا الماتش في اول الشوط الثاني بالجون الثالث اللي قضى على الماتش. فمانشستر يونايتد عملوا معانا واجب، ما كسبوش، عشان لو كسبوا كان هيعلوا برضو فرق النقط شويه. فالحمد لله كده كلنا تقريبا قريبين من النقط. خش بقى على ليفربول وتوتنهام، اللي ليفربول خطف ال3 نقط وجري. كلوب بدأ خطه جديده جدا، دي جديده، دي 4-1-2-1-2، مش عارف هو بيلعب التيمت تيم ولا ايه، بس هي خطه جديده بصراحه. انت تخلي فيرمينو قدامه 2 صلاح ونونيز، جديده. بس برضو الخطه دي نفعته، اللي هو لا خلاص بقى احنا نخش بقى في العمق، 3 دفاع قدام ال3 الهجوم، بدل بقى ما نتطرف ويتقفل علينا ب1 و2 والوينج باك يرجع ونفضل بقى ايه في الاطراف وخطرتهم تقل. لا احنا بقى ايه نلعب في العمق على طول. كذا كوره بقى اتلعبت ثرو من ورا دفاع توتنهام اللي نونيز كان بيروح بيها، هو سريع جدا وراح في كذا كوره في اول الماتش قبل ما الجون يجي. والجون بيبين خطه كلوب للماتش ده، اللي هو لا 3 يخشوا في العمق، يبقى في 3 كده واقفين. روبرتسون عرض على طول في 18، نونيز استلم حطها لصلاح اللي كان لوحده، ودي غريبه ان سايب صلاح لوحده تقريبا. لما الكوره جت لنونيز فكله بقى اتلم على نونيز، لا هيشوط على طول، فعشان نونيز برضو اناني في الحته دي شويه، بس دي حاجه ايجابيه لنونيز، اللي هو لا يا معلم انا بلعب للفرقه، انا مش هلعب لنفسي، انا هلعب للفرقه وبتاع. وبصراحه حطها لصلاح، صلاح طبعا لوحده في ال18
سلام راح حاططها مره واحده كده. ما ينفعش تسيب صلاح فاضي، انت عايز تكسب ليفربول لازم تقفل على صلاح اول واحد، بعديها تشوف بقيه الفرقه. توتنهام ما كانوش محظوظين خالص بصراحه، يعني كذا كوره كانت ممكن تيجي جون 1-1. الكوره بتاع بيريسيتش اللي جت في العارضه، بعديها كوره سيسينيون اللي ارنولد اداله كوعه كده وزقه خفيفه، كانت ممكن بصراحه حكام يحسبوها بيرين عادي. الجون الثاني بقى جه عن غلط من داير تقريبا، دي بقت خطه اليسون يمسك الكوره هوبا فين صلاح، هوبا نرميها لصلاح، داير لعبها له، فصلاح اصلا ما كانش متوقعها. صلاح لقى الكوره جايه له، ايه ده في فرقه بالكرامه دي والله. فخدها بصراحه على طول، يعني صلاح قدام الجون يعني قليل جدا 1% و2% لما ضاع الكوره زي دي. يعني تقريبا توتنهام كانوا مركزين جدا على جبهه ارنولد دي، كانوا عاملين عليها حفله. ارنولد كان سيسينيون وبيريسيتش كانوا هما الاثنين جايين على ارنولد بيحاولوا طبعا يغلطوه، يحاولوا يلبسوه في بيلين. كان ممكن يلبس بيلين على فكره، انا كنت شايفه انها والله ممكن تتحسب، يعني مش بيلين اللي هي ايه لا مستحيل، لا يا عم مديله زقه على فكره ممكن تتحسب. يعني بنشوف بلينات اتفه من دي بكتير وبتتحسب. يعني دي بروين يوم السبت اخر دقيقه اتحسبت يعني، ودي برده ممكن تعدي يعني فاهم، دي برده ممكن تتحسب ودي ممكن تتعدي يعني. فالشوط الاول خلص 2-0 ليفربول، وليفربول كان محظوظ اللي هو ما دخلش فيه جون الشوط الاول. توتنهام كانوا يستحقوا يجيبوا جون على الاقل الشوط الاول. الشوط الثاني بقى بدا هجوم نار من توتنهام، مركزين على الجون على طول، مركزين اللي هم لازم يجيب جون. ويا عم كنت ما انت عندك لعب اهو، ما انت عندك اهو هجوم اهو لعب كوره وبتاع، ليه يا عم عرفنا بالدفاع وواقف ورا انت عندك هو ممكن تهاجم ممكن تلعب كوره وممكن تجيب اجوان، ليه بقى قافل بقى الدفاع وواقف ورا؟ وليفربول برده كان محظوظ اللي هو اول ربع ساعه ما دخلش فيه جون. يعني توتنهام كان اول ربع ساعه دي كوره ثانيه في العارضه من بيريسيتش كانت ممكن عادي جدا يجيب في جون، بنتنكور هيد كده ضاعت، كورنر برده لهاري كين، او في كوره لهاري كين من فاول. فانت بصراحه حظ ليفربول كان عالي اول ماتش ده. خطوره ليفربول بقى في الشوط الثاني كانت هجمات مرتده كلها، ما عرفوش يستغلوها خالص. يعني كانت لهم كذا كوره، كان تياجو كل ما يجي الكوره شوطها مش عارف، تياجو كان محرجب على لونج شوت، تياجو خلاص ناخد الكوره يا عم اهي هشوطها لك بقى وخلاص، ولا بتيجي اصلا تحت الجون يعني على طول بتطلع بره. والكوره اللي نونيز بصال صلاح في الشوط الثاني انا بصراحه حاسس ان صلاح ما كانش متوقعها خالص، عشان اول ما جت الكوره راح شاطها كده فضعيفه جدا. فهو صراحه لو كان متوقعها كانت الكوره دي جون 100%. تغييرات كنت اتاخرت جدا جدا جدا، وحتى لما غير ما شالش واحد من الارتكاز، كان بيقدر يلعب ب3 ارتكاز طول الماتش يا معلم، شيل واحد. يعني انت بتلعب هويرج وبنتنكور وبيسوما، طب كتير 3 ارتكاز وانت خسران 2-0. ونزله مكان سيسينيون اللي كان عامل جبهه شمال نار ومبهدل ارنولد طول الماتش، ونزل دوهيرتي مكان ايمرسون رويال اللي مش عارف والله ازاي بيلعب كوره. يعني اول ما اشوف رايت باك اوحش من اسبليكويتا، يعني اسبليكويتا كان هو الرقم 1 في الوحاشه، جه بقى ايمرسون لا هعلي عليه بقى خلاص بقى يا معلم، هو دلوقتي منافسه بين ايمرسون واسبليكويتا مين فينا اوحش. انا كنت شايف لا يا معلم شيل واحد من الارتكاز بسوما مثلا ونازل كولوفسكي وسيب سيسينيون يلعب ب 3-4-3 بريسيتش وكولوفسكي وهاري كين في الهجوم. كانت ممكن برده تعلي من الفرص اللي انت تجيب فيها جوان اكتر. حتى كولوفسكي شفناه اول لما نزل على طول دقيقه او دقيقتين كده ادى ثرو لهاري كين، يعني زي ما اتقال كده بلسم خلاص. هاري كين ما بيضيعش حاجات زي دي. بعد الجون زاد ضغط توتنهام، خلاص حسوا ان هم قربوا بقى اللي هم يتعادلوا ويرجعوا تاني للماتش. بس ليفربول كانوا عاملين دفاع بقى خلاص، احنا مش عايزين بقى نهاجم، احنا بقى نقف بقى نحافظ بقى على المكسب، وقدروا يعملوا الدفاع كويس. حتى كلوب راح مخرج اليوت وفيرمينو ومنزل كورتن جونز وهندرسون عشان يقفل بقى نص الملعب كده شويه ويسيب صلاح ونونيز قدام. ونونيز جات له كوره جابها في العرض بس كانت اوفسايد، فلا بقى احنا نرجع بقى ندافع، نقف بقى واحده واحده كده عشان ما ياخدش فينا التاني والتعادل. في اخر ربع ساعه كانت توتنهام ماسكه الماتش بطوله بالعرض، ماسكين الكوره ما بيطلعوهاش من نص ملعب ليفربول، عايزين الكوره دايما تبقى في نص الملعب وعرضيات ومن اليمين والشمال. بس برضو كنت ليه اتاخرت في نزول لوكاس مورا يا معلم؟ انت جبت 1-0 في الدقيقه 70، نزل بقى لوكاس مورا مثلا الدقيقه 75 بقى او الدقيقه 80 ها ماشي، تنزل لوكاس مورا الدقيقه 89. انت بتهزر؟ المفروض بقى تشيل بقى بيسوما بقى وتنزل لوكاس مورا، او تشيل بيريسيتش مثلا اللي كان خلاص تعب ونزل بقى لوكاس مورا. دي بقى خلاص كلوب في الدقيقه 87 راح منزل جو جوميز مكان نونيز عشان يدافع بقى خلاص ويخطف ال3 نقط، وقدر فعلا هو يخطف 3 نقط. وكنت شايف بصراحه اللي هو فوز خطفه جدا ليفربول. توتنهام كان ممكن بصراحه يتعادل في اي لحظه، حتى في اخر كوره في الماتش كان في هيد كده لهاري كين بنتنكون ما لحقهاش عشان ليفربول يكسب ويرجع تاني بقى لسكه الانتصارات ولا ايه؟ ما اعرفش بصراحه. يعني هل هو هيرجع لسكه الانتصارات؟ يعني كسب السيتي، خسر من نوتنغهام فورست، مش عارف بقى اللي هيحصل بقى مع ليفربول. تصريحات كلوب بعد الماتش وريتني ازاي حضر الماتش، لعب بالخطه دي اللي هو قال لك توتنهام بيدافع الشوط الاول بعديها يطلع يهاجم الشوط الثاني، قدر اللي هو يجيب جونين الشوط الاول عشان يحافظ بقى هو كمان الشوط الثاني. ما دام انت بتدافع الشوط الاول فانا اجيب فيه جون، هتهاجم الشوط الثاني فانا بقى هرجع ادافع. اما بقى كنت بقى مقوله مورينيو بقى المعروفه
الفريق الافضل خسر يعني اي فريق يلعب ماتش جيم حلو كده الفريق الافضل خسر. فلا انت كنت غلطان ان انت اتاخرت في التغييرات، انت كنت نزلت تغييرات بدري كنت ممكن تخطف التعادل. سؤال بقى الحلقه، انت شايف ان جرام بوتر يقدر يوقف تشيلسي على رجليها؟ يعني هو ماضي عدى 5 سنين، فلازم بقى نقعد معاه بقى نستحمله ويبني بروجكت ويطلع بقى شويه وينزل بقى شويه. فاكتب لي بقى في الكومنت شايف ان جرام بوتر قادر اللي هو يرجع تشيلسي لمراكز التتويج تاني. بس كده لو وصلت الحته دي من الفيديو متنساش تنزل تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقه اول ما انزلها، تخش تعملي فولو على التيك توك. بس كده، سلام.